السلام عليكم الإخوان. جيت نشارك معكم واحد الفكرة زوينة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من رائحة الفم الكريهة ومن الأمراض ديال اللثة. كاين واحد الحل في المتناول، الحل زوين اللي غادي يساعدكم باش تتخلصوا نهائيا من هذه الرائحة إن شاء الله. كاين واحد المنتوج ديال دابا الآن، الجميع كيعرف المنتوجات ديال التي اكس اي. واحد المنتوجات رائدة، عندهم بزاف ديال المنتوجات مزيانة للجسم ديالكم. من الأحسن تتجهوا إلى هذه الشركة، راه عندها بزاف ديال لي برودوي اللي غينفعوكم في الصحة ديالكم. بالنسبة لهذا المعجون ديال الأسنان، هو واحد المعجون خرافي، وواحد المعجون اللي كيتستعمل بزاف الاستعمالات من غير انك تغسل به الاسنان ديالك. كتخلطو مع خلطات اخرى، تيحيد البهاق، يحيد الحبوب، كيحيد الاثار ديال الحروق. بالنسبه اللي عنده امراض اللثه وعنده رائحه الفم الكريهه، من الاحسن يستعمل هذا معجون الاسنان. كيدير تقريبا 90 درهم. يعني يشري هذا المنتوج ويبقى يستعمله ويداوم عليه، وغادي يلاحظ الفرق. في اداء تنصحكم بانه احسن معجون اسنان اللي جربته، والكل كيشكر في هذا المعجون ديال الاسنان. من شركة دي اكس ان، جانوزي. هو في تقريبا الثمن ديال 90 درهم. 90 درهم، ولكن راه النتائج ديالو واعره بزاف. كنصحكم باش تستعملوا هذا المعجون ديال الاسنان، غيخليكم تخلصوا من امراض ديال اللثه ومن الرائحه ديال الفم الكريهه. فاش كتستعملوه كتحس بالفرق، وكتحس بان اللحم ديال السنان ديالك كيتجمع. ماشي خساره فيها 90 درهم. من الاحسن انا دابا داومت عليه تقريبا اكثر من عام، مزيان. وحتى اللحم ديال اللثه ديالك تيرجع لك اللون ديالو المزيان، مبقاش فيه الكحوليه ولا كثرة الحموريه. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، الى فيديو اخر.